أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية للقائمين على أمر هذه الفعالية، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. تحية لكل الداعمين لمسار الانتقال، مسار التحول الديمقراطي. تحية لكل الشعب السوداني، وهو ينظر إلينا وينتظر منا أن نخرج إليه بما يرتضيه وبما ينتظره منا كقيادات أتت في ظروف معقدة وظروف ليست كسابقاتها في فترات الانتقال السابقة. نحن جميعا نؤكد أننا ما التزمنا به منذ بداية التغيير، وما التزمنا به منذ التشاور مع القوى السياسية، في أننا لن نتردد ولن نتأخر في إنفاذ التزاماتنا، ولن نقف حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة السودانية. نحن نؤكد أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة، ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر. أيضا أؤكد أن هذه العملية عملية سودانية خالصة قام بها ووضع أسسها السودانيين، وفي هذا المجال نؤكد أن شركائنا والداعمين لنا لهم منا التقدير والثناء. أنا بالتأكيد سأتحدث قليلا عن مفاهيم الإصلاح وعن ما المقصود بالإصلاح، لأننا نريد أن نؤكد أن قواتنا المسلحة وقواتكم المسلحة مرت بتجارب عديدة منذ نشأتها، وهي في العام المقبل ربما تكمل أو ستكمل 100 عام. هذا التاريخ الطويل مر بتقلبات في حاضر السودان وفي ماضيه. هذه التقلبات انعكست على أداء القوات المسلحة وعلى مشاركتها في العمل السياسي. أيضا هذه المشاركة التي أريد بها استغلال القوات المسلحة لدعم جهات سياسية أو لفرض ديكتاتوريات أو لمساندة حكومات شمولية، نريد لهذا الأمر أن يتوقف. نريد أن نبني قوات مسلحة، قوات ملتزمة بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية. نحن مؤمنين بأن هذا الإصلاح يشمل عدة أوجه. نحن إذا نظرنا لحالتنا نحن في الجيش السوداني، هذا الجيش مر بتجارب يمكن انتقل فيها الحكم ديمقراطي، كان الرئيس أو وزير الدفاع يمثل أحد القوى السياسية. أيضا كانت قيادة الجيش منعزلة تماما عن العمل السياسي. إذا لدينا تجارب نستطيع أن نبني عليها، وهذا الأمر ليس ببعيد عن القوات المسلحة، سوى الردة من فترة لأخرى للأنظمة الشمولية التي تعمل القوات المسلحة ضمن الأنظمة السياسية. أيضا هذا الإصلاح المعياري أو الإصلاح التنفيذي يجب أن ننظر إليه نظرة فاحصة. أنا أتوقع من شركاء هذه الورشة أن يكونوا قد ألموا إلمام تام من قانون القوات المسلحة، بالعقيدة العسكرية، من أين تستنبط، بالاستراتيجية القومية الشاملة، بكثير من الأمور التي نحتاج أن نضع اللبنات الصحيحة لكي نتمكن من وضع الأسس التي سنتشارك فيها جميعا لبناء قوات مسلحة سودانية مهنية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، تستطيع أو يوكل إليها فقط حماية الدولة السودانية وحماية أمنها، دون الزج بها في أي معترك يخص العمل الداخلي أو عمل الأمن الداخلي أو المشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة التنفيذية والحكومة المدنية منها. نحن نريد أن نمكن لأي سلطة مدنية قادمة أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها، لكن هذه السلطة المدنية يجب أن تكون منتخبة بأمر الشعب حتى
لا نزج مرة أخرى بالقوات المسلحة في أتون التنافس والصراع السياسي. نحن بنحييكم ونفتكر أن هذه فرصة مواتية لنضع جميعا أسس الإصلاح، ليس فقط الإصلاح الأمني والعسكري، وإنما إصلاح جميع أجهزة الدولة التي ما تنفك أنها هي بتكون جزء من الإصلاح الأمني والعسكري، خاصة الأجهزة الشرطية، أجهزة العدالة، الأجهزة اللي عندها علاقة بالقوات النظامية. نحن دي فرصة أيضا من خلالها نطلب من الممانعين أو الذين لم ينضموا إلى هذه العملية السياسية بأن ما يطرح هنا هو طرح سوداني تشاركنا جميعا في صياغته، وما يطرح هنا أنا متأكد أنكم إذا اطلعتم عليه لن تجدوا فيه إلا ما يلبي طموحات الشعب السوداني وما يخدم أهداف التغيير وأهداف التحول الديمقراطي. لذلك الناس الموجودين ما زالوا خارج العملية السياسية نحن نقول لهم تعالوا أقروا الكلام المكتوب ده وشوفوه، إذا قلتوه ما متوافق معاكم أقعدوا مع الناس وقول لهم والله الحاجة دي ما بتنفع معنا. لكن نحن سودانيين وطنيين مقتنعين بأن هذا الأمر إذا ما فيه مصلحة للدولة ومصلحة للبلد ومصلحة لمستقبلها ما بنمشي فيه ولا خطوة. ونحن برضو بنأكد وبنقول لهم نحن بنسمع أن هذه العملية بيقودوها الأجانب وهذه العملية يقودوها أبدا، هذه العملية بنقودها نحن كسودانيين، ما في أي زول عنده بها علاقة ولا في أي زول عنده بها دخل. نحن الكلام ده بنقوله لأنه هسه من هنا حنطلع ونسمع الكلام ده. نحن بنأكد أن المسألة دي حقتنا، نحن سويناها برانا وحنواصل فيها برانا لغاية النهاية، وحيقعدوا يناقشوها السودانيين وحيقعدوا يستكملوا نقاش فيها السودانيين وحيطلعوا التوصيات بتاعتها ونتائج السودانيين. نحن برضو بفرصة أن نطلب من أخواننا عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور أنه السودان الآن يمضي بخطى حسيسة لوضع أسس حقيقية لبناء دولة ديمقراطية تلتزم بالمعايير اللي كل زول داير يشوفها موجودة لمستقبل أجيالنا ومستقبل بناتنا ومستقبل بنات أولادنا. لكم التحية ولكم التقدير، ومناياتنا الصادقة للقائمين على أمر الورش أن يستصحبوا معهم مطلوبات المرحلة ومطلوبات الانتقال، وأن يستصحبوا معهم تجاربنا السابقة، وأن يضعوا نصب أعينهم ما نقف إليه الآن. نحن الآن وصلنا وين، واستصحاب تاريخنا واستصحاب التجارب في الدول المجاورة لنا واستصحاب المعايير التي وضعها أو طلبها الاتحاد الأفريقي، طلبتها الأمم المتحدة، طلبها الاتحاد الأوروبي، حتى نستطيع أن تكون عندنا قوات مسلحة موثوق فيها وموثوق بها من قبل الشعب السوداني ومن قبل الجميع، تستطيع أن تدافع عن السودان وتحميه وتفتديه. وهذا ديدا هذه القوات منذ نشأتها قبل أكثر من 100 عام، ونحن حنسير في نفس هذا الدرب، درب حماية السودان وحماية أهله وحماية كل ما يمكن أن يتمناه شباب وشابات السودان. نحن برضو بفرصة، نحن يمكن واحدة من المسالب الناس اللي بيتكلموا عنها أنه الجيش ما فيه نوع أو جندر. نحن طرحنا في السنة الماضية أو السنة قبلها أنه نرحب بأخواتنا في الكلية الحربية، نحن نرحب بأنهم ينضموا لنا كمقاتلين يزودوا معانا عن هذا الوطن ويدافعوا عننا به. نحن صحيح ما عندنا تجارب مختلطة، لكن عندنا تجارب في الجيش. نحن الآن عندنا حوالي 12% من القوات المسلحة من العنصر النسائي، عندنا كلية خاصة لتدريب النساء، كلية حربية، لكن في المستقبل نستطيع أن ندمج هذا الأمر بحيث يصبح التدريب موحد للجميع. كل مطلوبات المدافع عن الوطن حق، ليس حصرا على الرجال وليس حصرا على فئة معينة. نحن بنحييكم ونحن بنرحب بكل ما يمكن أن يصلح هذه المؤسسة، وبنرحب بكل ما يمكن أن يضعها في طريقها الصحيح. لكم التحية ولكم التقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ترفع هذه الجلسة لتنعقد جلسة أخرى. شكرا لحضوركم.